السلام عليكم، ورجعت لك النهارده في فيديو جديد. فيديو مش زي اي فيديو عدى. النهارده هروح اعلمك ازاي تسحب الفيسبوك او الواتساب او اي تطبيق على تليفون صاحبك اللي مسجل بيه برقم تليفونه فقط. هعلمك ازاي تسحب رسائل الاس ام اس اللي بتيجي على الخط. تمام. تطبيق النهارده اللي هو معانا دوت التطبيق دوت طبعا، وتطبيق التليجرام، وتطبيق الامتي مانجر اللي احنا هنعدل عليه، اللي هنعدل من التطبيق منه. تمام. خش بس كده على تطبيق التليجرام، نصنع البوت اللي احنا هنربط بيه التطبيق اللي هتجيلنا الرسائل عليه. تمام. نبدأ إن احنا نخش على بوت فازر ونديله أمر نيو بوت عشان يدينا البوت الخاص بينا. تمام. هنبدأ إن احنا نبعت له كده اسم البوت اللي احنا عايزين نعمله. تمام. نبدأ بقى إن احنا نبعت له الاسم الخاص المعرف الخاص بتاع البوت. تمام. يبدأ إن هو يقبل منك كده الاسم ويديك التوكن بتاع البوت اللي هو ده. تمام. هنبدأ إن احنا نتك عليه كده ضغطة مطولة، هيقول لك نسخ. تمام. بعد كده نرجع لبوت اللي هو بوت اي دي وناخد منه، ندوس عليه كده ستارت ونديله ايه جيت اي دي، يقول لك الاي دي الخاص بتاعك. نبدأ ان احنا ناخد الاي دي، نطلع على تطبيق، نخش كده على تطبيق امتي مانجر. نبدأ الاول ندوس على 3 شرط اللي فوق، بعد كده اكستراك اي بي كي، وهنلاقي التطبيق هنا قدامك. ندوس على اكستراك اي بي كي، ندوس هنا، نبدأ نلاقي التطبيق كده عندك باللون الأخضر. هتدوس عليه، هتعمل له فيو معينة، تبدأ إن أنت تدوس على أي واحدة من الملفات اللي قدامك دي. تدوس عليها كده، تضغط على أول واحدة، بعد كده تدوس هنا كده تحديد الكل، بعد كده ندوس أوكي. تمام. خش كده على السيرش، نبدأ إن احنا نعمل بحث على الكلمة اللي قدامك ديت بوست، وهنعمل علامة يساوي من هنا وعلامة يساوي من هنا، ونبدأ إن احنا نتك أوكي. يقول لك بحث عن الملفات ديت، خش هتلاقي البوت الخاص بتاعك. طبعا هتلاقي الاي دي بتاعي انا هنا موجود والاي دي. تمام. هتبدأ ان انت تحذف الاي دي بتاعه، تحذف الاي دي ده اللي التوكن. تمام. هنحذف التوكن ده، نحذف التوكن ونحط التوكن اللي هو الجديد بتاع البوت الجديد اللي هو الخاص بيك. نعمل حذف، نبدأ ان احنا نحط التوكن الجديد. هتبدأ برضو في الاي دي، تشيل الاي دي وتحط الاي دي الخاص بيك. تمام. تبدأ ان انت تعمل كده سيف من فوق، ترجع كده خطوة لورا، تبدأ ان انت ترجع، اقول لك هل تريد الخروج؟ قول نعم، سيف اند اكست، دوس اوكي. هتلاقيه طبعا ظهر لك ملف هنا باللون الاخضر. نرجع كده كمان خطوة لورا، تلاقي برضو التطبيق باللون الاخضر هنا. تمام. نعمل ده حذف، بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل انستال تثبيت. هو هنا مش هيقولك تثبيت زي ما شرحنا في فيديو سحب الصور، هيقولك تحديث عشان انت طبعا حدثت الملفات جوه. نبدأ نعمل تحديث، والتطبيق اصلا سهل جدا. تمام. وهيسحب الاس ام اس، رسائل الاس ام اس اللي بتيجي على الخط، سواء كان مثلا معاه خط او 2، فهيسحب لك الرسائل اللي بتيجي على الخطين. تمام. هنبدأ ان احنا كده نخش على التطبيق، هيفتح معاه بالواجهة دي. تمام. وكده كده عبال ما يكون اكتشف او لما يعرف اصلا ان انت مثلا سحبت من عنده حاجة، او هيحس اصلا بعدها بفترة هتكون انت قدرت ان انت تسحب الرسائل الاس ام اس اللي هتيجي على الخط، اذا كان فيسبوك او واتس او اي تطبيق تاني مربوط برقم تليفونه اللي معاك. تمام. وكده انت تقدر تعمل تحقق بخطوتين ومش هيقدر يفتحه تاني. تمام. نطلع كده، خش على بوت التليجرام اللي احنا لسه عاملينه.
خش على تطبيق على بوت فازر، هنلاقيه هناك. تمام، خش على بوت فازر، نبدأ ندوس على المعرف بتاع البوت، دخلك للبوت على طول. ده انت لسه طاقتك عامله اهو. هدوس ستارت بيت، هو كده مش هيرد عليك ولا هيجيب لك اي حاجه لان البوت طبعا فاضي. نبدا ان احنا كده نطلب رساله اس ام اس، نبدا كده نطلب رساله اس ام اس للفون اللي موجود عليه التطبيق. ومعلومه يعني لو كان الفون ده عليه مثلا خطين او خط واحد، فهو كده كده هيسحب اصلا الاس ام اس اللي هيستقبلها لاي خط فيهم، والاتنين هيسحب لهم الاس ام اس في اي وقت. يعني من هنا ورايح اي اس ام اس هتوصل هيبقى هيسحبها على طول. تمام، هنطلب كده رسالة اس ام اس مع بعض من اي تليفون تاني عندك في البيت. تمام، عشان اجرب بس البوت معاك، وبعد كده ايه تبدأ ان انت تستعمل البوت بشكل طبيعي وعادي. شايف قدامك اهو بيقول لك الرقم اللي جاي منه المسج يا ابن قلبي، بيقول لك المسج ديت فيها ايه بالظبط. يعني لو شركة واتساب مثلا يقول لك مثلا آه واتساب، تمام، ويقول لك المسج بتاعته يا حب، وهيقول لك الرقم اللي انت هتفتح بيه الواتساب. تمام، هيجيبوها لك كده من تحت. تمام، وكده يا ابن قلبي كده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. والفيديو أصلا يعني طبعا أنا علمتك في حاجة مفيدة النهاردة، وياريت تكون فهمت من الفيديو أنا عملت إيه وفهمت صح. بس ياريت ما تستخدمهاش في الشر وتستخدمها في الخير، أو بتكون بتهزر مع واحد صاحبك. تمام، وبرضو الفيديو لغرض التوعية الأمنية. يعني أنا عملت الفيديو بتاع النهاردة عشان أعرفك سحب رسائل الاس ام اس بيتم ازاي، والاختراق بتاع الفيسبوك أو الواتساب أو أي تطبيق تاني عامة. وألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله.